أول تعليق من ليونيل ميسي بعد التعادل السلبي لبرشلونة مع جيرونا. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. لم ينجح النادي الكتالوني على أرض ملعبه سبوتيفاي كامب نو من الفوز على نادي جيرونا، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليبتعد بذلك برشلونة ريال مدريد ب13 نقطة في الليغا. وعن هذا خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي بعد التعادل السلبي لبرشلونة بتصريح مثير، حيث قال: لقد شاهدت المباراة، صحيح أنني غادرت برشلونة، لكن ما زلت أتابع وأستمتع بمبارياتها. برشلونة نادي قوي جدا ومن أفضل الأندية في أوروبا والعالم. لقد سيطر اللاعبين على الكرة في معظم أوقات المباراة، لكن أضاعوا الكثير من الفرص. المدرب تشافي هرنانديز مدرب قوي وذكي، لقد لعبت معه وأعرفه جيدا، أتمنى له التوفيق مع برشلونة. وبخصوص مستقبلي مع برشلونة، لا أريد التحدث عن هذا الآن، أنا مركز مع فريقي الحالي باريس سان جيرمان ولا شيء غير ذلك. عندما أتخذ خطوة أخرى سأخبر الجميع بها. مشاهدينا الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول تصريح ليونيل ميسي. شكرا على المشاهدة.